بعد أكتر من سنة في كيرهاب أقدر أقول إن التجربة دي غيرتني تماما. أنا كنت شايف الطب زي ما اتعلمنا في الكلية على إنه علاج في المستشفى، سرير، جهاز، غرفة عمليات، فريق تمريض. لكن لما نزلت أول مرة بيت مريض وشفت إزاي المريض بيبتسم وهو بيتعالج وسط ولاده، فهمت إن في حاجة أكبر من الأدوية والأجهزة، في راحة، في نفس مطمئنة، في شفاء نفسي بيحصل قبل الجسد. في المستشفى المريض رقم في السرير، في البيت المريض اسمه ووش وذكريات وصور على الحيطة بتحكي لك قصة حياته. في السنة دي شفت حاجات غيرت نظرتي للطب. شفت مريض كان داخل في فشل تنفسي والكل كان فاقد الأمل، في بيته بعد أسبوعين كان بيضحك وهو بيشكر الفريق بنفسه. شفت أمهات رجعت تشوف أولادها، وشفت أولاد بيشوفوا آبائهم بيتنفسوا براحة لأول مرة من شهور. كرهب علمتني إن البيت مش مكان استراحة بعد المرض، لا، البيت ممكن يكون مكان للعلاج نفسه. واللي اتعلمت أكتر إن الدكتور لما يدخل بيت المريض مش بس بيشخص حالة، هو بيشوف حياة كاملة ويشارك في استرجاعها. النهاردة بسأل نفسي إيه الفرق بين المستشفى والبيت؟ بقول بكل ثقة الفرق هو كيرهاب. كيرهاب خلتنا نمارس الطب بقلوبنا قبل أدواتنا، علمتنا نرجع الأمل قبل الضغط والنبض. كيرهاب مش مجرد زيارة، كيرهاب بتغير شكل الرعاية.